في يوم 27 نوفمبر 2020 تحديدا في 9 مساء بداخل استاد القاهرة الدولي بيتلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو ما يطلق عليه نهائي القرن، لأن النهائي ده بالذات في دوري أبطال أفريقيا كان ليه طابع خصوصي لأنه كان بيتلعب ما بين الأهلي المصري والزمالك المصري، وما أدراك بقى بماتشات الديربي ما بين الأهلي والزمالك. لكن النهائي ده بالذات كان ليه بعض الظروف الخاصة وما كانش بالسهل كده، خصوصا إن الفريقين دول في أول البطولة ما كانش حالهم كويس وما كانش فيه أي حاجه بتبشر ان الفريقين دول ممكن يوصلوا للمرحله دي في البطوله. ايه بقى اللي حصل في النهائي وازاي الفريقين دول اصلا قدروا يوصلوا النهائي في وسط الاكشن اللي بيتلعب ده كله؟ وهل النادي الاهلي استحق الفوز بالبطوله دي ولا الموضوع كله كان ضربه حظ معاه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الاول من حكايه نهائي القرن، فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. بعد خسارة الأهلي ضد بيراميدز وخروجه من دور ال 16 لكأس مصر 2019 بيستقيل مارتن لاسارتي من وظيفته كمدرب للنادي الأهلي، علشان بعدها على طول بيجي النادي الأهلي ويعلن تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر مدربا للنادي الأهلي، علشان يجي المدرب ويبدأ مع النادي الأهلي مشواره الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا. أي نعم كان في ماتشين في الدور التمهيدي لعبهم النادي الأهلي من غير المدرب ده، ولكن الأهلي كده كده كسب الماتشين دول. الأهلي بيكسب الذهاب قدام فريق اسمه اطلع بره 4-0، ايوه الفريق اسمه كده فريق اطلع بره، وبيجي يكسبهم تاني في الاياب 9-0، علشان تكون النتيجه دي اكبر نتيجه عملها فريق مصري في دوري ابطال افريقيا. يلا اهو الاهلي هو اللي قال له اطلع بره. بعدها بيخش الاهلي تحت قياده المدرب رينيه فايلر ماتشه في الدور الاول لدوري ابطال افريقيا ضد الفريق الغيني كانو سبور، وبيقدر الاهلي ان هو يكسبهم في ماتش الذهاب 2-0 علشان يرجع ويكمل عليهم في ماتش الاياب ويكسبهم 4-0، علشان يقدر هجوم الاهلي في 4 ماتشات يجيب 19 جون ويدفع وما يدخلش فيه ولا جون، ماكينه اهداف ما شاء الله. وبعدها بيتاهل الاهلي لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الناحيه الثانيه بقى عند نادي الزمالك ما بيكونش فيه اختلاف كبير عن النادي الاهلي، غير ان الفريق بيكون مستقر مع مدربه الصربي ميلوتان سيريدوفيتش. بيدخل الزمالك ماتشه في الدور التمهيدي ضد الفريق الصومالي ديكا داها، وبيقدر ان هو يكسبهم في الذهاب بنتيجه 7-0 وبيرجع يكسبهم في الاياب بنتيجه 6-0، علشان في الذهاب والاياب بيقدر هجوم نادي الزمالك ان هو يجيب 13 جول. ولكن كل الكلام ده بيتغير مع بدايه الدور الاول للنادي الزمالك. بيلعب الزمالك ماتشه في الدور الاول ضد الفريق السنغالي جينيراسيون فوت، وللاسف بيخسر الزمالك ماتش الذهاب خارج ملعبه 2-1، ولكن بيقدر في الاياب ان هو يكسبهم بصعوبه جدا 1-0. وبعد التعادل في نتيجه الماتشين بيستفيد نادي الزمالك من قاعده الهدف خارج الارض، علشان يقدر الزمالك بصعوبه جدا ان هو يوصل دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بعد ما كان خلاص على تكه وهيخرج، علشان بعد الدور الاول بيتاهل الاهلي والزمالك لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا 2020، وتكون مجموعه الاهلي فيها النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. ما شاء الله فرقه تودي في داهيه. اما بقى الناحيه الثانيه فالزمالك بيقع في مجموعه فيها تيبي مازيمبي وبريميرو اجوستو وزيسكو يونايتد، علشان يكون حظ الزمالك زي حظ الاهلي ومجموعات ما شاء الله زي الفل. بيبدا الفريقين يلعبوا الجوله الاولى من دور المجموعات وما شاء الله الفريقين بيخسروا. الاهلي بيخسر ماتشه الاول في دور المجموعات ضد النجم الساحلي التونسي في ماتش كان غريب جدا من النادي الاهلي، تقريبا نقدر نقول ان الاهلي اصلا ما راحش الماتش ده. بيطرد منه ايمن اشرف وبيخش فيه جون غريب جدا بعد غلطه كارثيه جدا من دفاعه. اما بقى الناحيه الثانيه فالزمالك بيخسر ماتشه الاول من تيبي مازيمبي 3-0 في ماتش اقل ما يقال عليه ان دفاع الزمالك مضحك جدا. الزمالك في نص ساعه من الشوط الثاني بيخش فيه 3 اهداف، والثلاثه من اخطاء دفاعيه كارثيه ما يطلعوش من دفاع فريق في الدوره الرمضانيه، علشان تكون بدايه الفريقين في دور المجموعات بدايه كارثيه. بعد خساره الزمالك الكارثيه من تيبي مازيمبي بتقرر اداره نادي الزمالك ان هي توجه الشكر للمدرب الصربي ميلوتان، وبيتم تعيين المدرب باتريس كارتيرون مدربا لنادي الزمالك، على امل ان الفريق ده ممكن يعمل حاجه وممكن يرجع يكسب تاني. يدخل الفريقين الجوله الثانيه لدور المجموعات والحمد لله الفريقين في الجوله دي بيكسبوا. الاهلي بيكسب الهلال السوداني 2-1 في مصر بعد ما سيطر على كل حاجه في الماتش، والناحيه الثانيه الزمالك بيكسب بريميرو اجوستو 2-0 بتالق لاشرف بن شرقي اللي قدر في الماتش ده ان هو يجيب الجونين بتوع نادي الزمالك. يدخل بعدها الفريقين عشان يلعبوا الجوله الثالثه لدوري ابطال افريقيا، وبيقدر الاهلي ان هو يكمل على الوتيره بتاعته ويكسب بلاتينيوم الزيمبابوي 2-0 بهدفين لوليد سليمان. اما الناحيه الثانيه بقى فالزمالك بيتعادل مع زيسكو يونايتد في ماتش كان طبيعي جدا ان الزمالك يخسره بسبب الاداء
الاهلي كان بيأديه في الملعب، ولكن اهو ربنا بيكرمه وبيقدر يخلص الماتش بالتعادل. يوصل الفريقين للجوله الرابعه وبيجوا في الجوله دي ويبدلوا الادوار مع بعض. الزمالك بيكسب زيسكو يونايتد 2-0 والاهلي بيتعادل مع بلاتينيوم 1-1. مفيش فريق فيهم عارف يهنيك جولتين ورا بعض. وبعدها على طول بتيجي الجوله الخامسه والاهلي بينتقم لماتش الذهاب ويكسب النجم الساحلي 1-0. وقلنا بقى الناحيه الثانيه الزمالك هو كمان هينتقم من مازيمبي، ولكن الزمالك بيتعادل مع مازيمبي 0-0. علشان نوصل الجوله الاخيره للدور المجموعات ويكون الاهلي عنده 10 نقط وبعده النجم والهلال ب9 نقط، والاهلي ماتشه الاخير قدام الهلال في السودان، فالاهلي محتاج فوز او على الاقل جدا تعادل عشان يوصل، لان الاهلي في حاله الخساره هنقول له باي باي مع السلامه. واكيد طبعا لما هتروح تلعب الهلال في السودان هيكون الضغط كله عليه ومش هيكون ماتش بالسهل كده يعني على النادي الاهلي. الناحيه الثانيه بقى الزمالك بيكون وضعه احسن بكتير جدا من النادي الاهلي. مازيمبي عنده 11 نقط والزمالك بعده عنده 8 نقط، والفريقين التانيين كل فريق عنده 3 نقط، فالزمالك كسب اتعادل خسر كده كده هيوصل تاني بعد مازيمبي. بتتلعب الجوله وبيقدر الاهلي ان هو يخلص ماتشه قدام الهلال السوداني بالتعادل بصعوبه جدا، في ماتش كان فيه شويه شغب من جمهور الهلال السوداني، ولكن نقدر نقول الحكومه سيطرت على كل حاجه. والناحيه الثانيه بقى الزمالك بيلعب ضد بريميرو اجوستو وبيخلص الماتش هو كمان بالتعادل علشان يخلص الاهلي دور المجموعات كمركز ثاني والزمالك هو كمان يخلص دور المجموعات كمركز ثاني. بعدها بتيجي قرعه دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا 2020. ايه بقى اللي حصل في دور الثمانيه وازاي قدر الفريقين دول ان هم يكملوا ويوصلوا للنهائي، وازاي النهائي ده كان ليه ظروفه الخاصه بسبب فيروس كورونا اللي قلب كل الموازين، وكمان كان في بعض الاستقالات اللي حصلت جوه الفريقين دول هتخلي الدنيا كلها تتشق. ده بقى اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. فطبعا عشان توصل لكم الحلقه اللي جايه لازم تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، واستنوني في الجزء الثاني من حكايه نهائي القرن. يلا سلام.